ازيكم يا جماعه؟ الحلقه دي جامده فتابعوها للاخر علشان تعرفوا كل التفاصيل عن خطف الحسن عادل، وفي احداث كتيره جدا ومفاجاه اخر الفيديو ازاي اتخطف ورجع ولا لا. تخيل معايا كده تصحى من النوم تفتح توبك وتخش على اليوتيوب او تيك توك تدور على فيديوهات الحسن عادل تلاقي كله مختفي، ولا فيديوهات ولا ستوريهات ولا اي حاجه من دي. تعالى بقى وانا اقول لك ايه الخلاصه الكامله، يلا بينا. من كام يوم كده سمعنا ان الحسن عادل اتخطف او اختفى. اتفرج كده على الفيديو ده وهتفهم نص الحكايه، وانا هكمل لك النص التاني. انا اول مره في حياتي اشوف الغل ده من بعد ما حسن طلع ترند وبقى رقم واحد. غيرانين معظم الفنانين يا جماعه اللي بيغنوا ومعروفين جدا جدا هددوا حسن انه لو نزل اغنيه تانية هيقفلوا قنواتنا كلها. لا والمشكله ان الهجوم جاي من فنانين كبار جدا، لا ومحروقين جدا ان ازاي حد داخل مجال الغنى ولسه جديد ويبقى هو فوق كلهم تحت. والله انا محروق بقول اسامي الناس دي، انا عايزه افهم ليه. بس برضه عايزه اقول لكم ان ده كلامكم الزباله ده هيديله دفع اكتر وهينزل اكتر، ولا هيخاف منكم ولا يخاف من القنوات بس. وهنا بدأ الصراع بين العمالقه، وعشان الكابتن حسن داخل المجال جديد هم مش عايزين وسطيهم. هو ده الوسط الفني اللي بتقولوا عليه؟ يعني الموضوع هنا مش مجرد غياب، مش واحد قافل موبايله وريح دماغه عشان يرتاح شويه، لا ده اختفاء غامض بجد. والحسين اخوه طلع بتصريح وقال انه ساب البيت ومش عارفين مكانه. واكيد صاحبه الودود عمر شاور ساكت مش بيتكلم، وكل ما حد يساله يقول مش وقت الكلام دلوقتي يا جماعه. بجد كده اختفاء غامض ولغز كبير. ناس قريبه منه جدا زي زينب والحسين وعمر شاور والقيصر كده عرفنا ان هم مالهمش يد في اللي حصل ده. ممكن يكونوا عارفين تفاصيل اكتر بس مش عارفين يطلعوا يصرحوا بيها. وايه علاقه الاغنيه الاخيره بالموضوع؟ الحكايه دي على فكره مش سهله يا جماعه، الخيوط متشابكه، وانا قررت احكيها لكم بنفسي من الاول للاخر علشان نوصل مع بعض لحل اللغز ده. انا كنت نايم عادي في يوم عادي جدا اول امبارح، صحيت فتحت الموبايل لقيت الدنيا مقلوبه على الحسن، والناس كلها بتتكلم عن اختفاء الحسن عادل، وكل الناس بتسال اخر ظهور ليه كان امتى بالظبط. واول حاجه جت في بالي انه بيعمل مقلب، بس الموضوع غير كده خالص. بس لما لقيت زينب خطيبته طالعه منهاره جدا وبتقول انها مش لاقياه، هنا حسيت ان الموضوع بجد. بصيت على اخر فيديو نزله كانت الاغنيه بتاعته اللي اسمها رجوعنا هنا، وافتكرت كلامه في اللايف قبلها بيوم لما قال الاغنيه دي مختلفه تماما عن اللي انا قدمته، فيها كلام محدش قاله قبل كده. يعني ايه يعني يا حسن؟ ايه المختلف فيها؟ دخلت اسمعها تاني حسيت ان فيها حاجه غريبه جدا بجد. كلماتها كانت بتتكلم عن واحد هيسيب كل حاجه ويمشي، عن حد مش ناوي يرجع خالص، كانه بيوصل رساله بس محدش خد باله منها. وزينب كانت اكتر واحده متدمره، بتقول انها كلمته قبلها بيوم وكان عادي جدا، بعدها بساعات موبايله اتقفل واختفى تمام، وراحت تسال في بيته قالوا لها مش موجود. سالت الحسين قال لها انه خرج ومش هيتاخر. بس الغريب هنا ان كل حاجه بتاعته موجوده في البيت، الموبايل والمحفظه والمفاتيح بتاعته. هنا بدات الناس تشك هو مشي بارادته ولا في حد خده. عمر شاور كان ساكت جدا وده في حد ذاته غريب. عمر شاور دايما بيتكلم واي حاجه بتحصل بيطلعها في فيديو، بس المره دي ساكت تماما. واول ما الناس ضغطت عليه قال جمله زودت الموضوع غموض. مش وقت الكلام دلوقتي يا جماعه، بس كل اللي هقوله ان في حاجات محدش يعرف. والناس طبعا سالت حاجات زي ايه، هل هو عارف حاجه ولا لا، ولا هو نفسه خايف. الحسين اخوه بدا يدور عليه بنفسه وراح لاقرب مكان ممكن يلاقيه فيه. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. في حاجة عندك جوه؟ اصبر يلا بتعملوا ايه هنا؟ يا نهار اسود! تعالوا فوق يا ولاد.